31 جانفي نص الليل، الميركاتو الشتوي تسكر في تونس، والسؤال المطروح شنية أحسن صفقة صارت؟ النادي الافريقي تعاقد مع ايمن الحرزي القادم من الاتحاد الرياضي المونستيري. يكون قد المسؤولية وان شاء الله نفرحهم السنة. متوسط، انا حاضر الناس وانتم حاضرين. محمد الصادق قديدة اللاعب السابق للملعب التونسي واللي كانت له تجربة في بطولة مونتينيغرو، وأسامة بوقر اللاعب السابق للأولمبي الباجي والترجي الرياضي التونسي، وكيف كيف لعمل تجربة في السعودية. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع معز الحاج علي من الاتحاد الرياضي المونستيري محمد دراجر اللي كانت له عديد التجارب سواء في الانجلتير والا في المانيا. عودة يوسف المساكني لفريق الترجي الرياضي التونسي بعد اكثر من 12 سنة كاملة. كيف كيف الترجي تعاقد مع حمزة رفيعة اللاعب السابق الأولمبيك ليون، اليوفي، ستاندرد لييج، كريمونيزي، بيسكارا وليتشي، ثم اختار التوقيع للترجي. ليتوال رجع أسامة عبيد، وجدي كشريدة واللاعب الجزائري زين الدين بوتمان، 3 ملاعبية صحوا عقد مدته عام ونص. حسب رأيك أنا هي أحسن صفقة تنجم تنجح؟ اكتب لنا في الكومنتات.